نفسي أزور المتحف المصري الكبير، بس يمكن مش هيكون سهل بالنسبة لي. وليه لأ يا حبيبي؟ المتحف مفتوح للجميع، هتشوف كل حاجة زيك زي أي حد. أول ما وصلت لقيت الدنيا سهلة وجميلة، في منحدرات مخصوصة رام للعربيات المتحركة، وعربيات جولف صغيرة بتنقلك لأي مكان، وحتى الكراسي المتحركة موجودة مجانا لو احتجت. والأجمل إن أصحاب الهمم بيدخلوا المتحف مجانا. المصاعد، الأسانسيرات كبيرة والممرات واسعة، وفي كل جناح كراسي استراحة مريحة جدا، يعني لو تعبت شوية ممكن ترتاح وتشوف الجمال حواليك براحتك. واللي عندهم ضعف في البصر المتحف فكر فيهم كمان، في لوحات مكتوبة بطريقة برايل ومجسمات يقدروا يلمسوها عشان يعرفوا شكل الأثر. حتى الشرح مكتوب بالعربي والإنجليزي بطريقة برايل. اللي خلاني أفرح أكتر إن كل الموظفين هنا طيبين جدا، أول ما تطلب حاجة تلاقي اللي يساعدك فورا. أنا فرحان جدا إني جيت هنا، لأن كل تفصيلة في المتحف المصري الكبير بتعلمنا الرحمة وبتفكرنا بالقيم اللي سابها لنا أجدادنا المصريون القدماء، بنشر الخير والحب والسلام.